السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفات عن بركة، ترحب بكم اليوم إن شاء الله. غادي نصاوب معاكم واحد لاطارت كتجي رائعة، بنينة بنينة بزاف، ما تشبعوش منها. الأساس ديالها غير الأرز ما فيهاش نهائيا دقيق أبيض، فيها الأرز الأسمر. كتجي من ألذ ما يكون، سهلة في التحضير ديالها ولذيذة، ما تشبعوش منها بحشوة ولا ألد. صدقوني غادي تعجبكم وبزاف. نتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم، وتجربوها في البيوت ديالكم. وإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم خليو لي اللايكات ديالكم والتعاليق الزوينة ديالكم كيفرحوني بزاف. وما نزيدش نطول عليكم، تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير ونبداو على بركه الله. كناخذوا هنايا 350 غرام ديال الارز. انا خديت هنا بسمتي، الارز الاسمر. خذوا اي نوعيه كتفضلوا، ماشي بالضروره هذا الارز الاسمر وماشي بالضروره ارز بسمتي. اي رز كتفضلوه ديروه، غير اللي هذاك الابيض اللي مهرس ما ديروش باش ما يتعجنش ليكم. اي نوعيه ديروها، انا خديت هذا النوعيه جيده وفي نفس الوقت كيجي صحي. هذا الاسمر حسن من الابيض. هنايا خديت واحد 350 غرام. هنا غنرقدها في الماء لمده ديال ساعه ديال المكانه. غادي نخليها حتى ترتاح ساعه ديال المكانه، وغادي نصفيها من هذاك الماء وغادي نوضعها في الطنجره وغادي نضيف ليها الماء. هنايا الكميه ديال الارز اللي درتو ضربوها في جوج، هي الكميه ديال الماء. مثلا هاد الزلافه انا عندي هزات ليا 350 غرام، درتها على جوج مرات ديال الماء، جوج زلايف ديال الماء. غنضيف شويه ديال الملح وغادي نوضعو فوق النار حتى يطيب معايا ويولي معايا بحال الزبده. طيب مزيان، ما يكونش قاصح معايا، يكون طيب مزيان صافي. وينشف معايا صافي ونطفي عليه. هنا غادي ناخذوا الصدر ديال الدجاجه، هنا جوج طريفات. غادي ناخذوا نضيفوا ليهم واحد الاعشاب المنسمه، كيقولوا لهم اعشاب لا بروفانس، فيهم الزعتر واليازير والزعتر، كيجيو رائعين بنان بزاف. هنايا درت واحد الحفينه تقريبا واحد المعلقه صغيره تكون عامره ديال هاد الاعشاب ديال لا بروفانس. الا ما كانش متوفرين عندكم ديروا شويه ديال اليازير مع شويه الزعتر مع شويه الزعتر. هنا ضيفوا واحد نصف معلقه صغيره ديال الابزار والملح حسب الذوق. هنا غنضيف شويه ديال الماء وغادي نخلي هاد الصدر ديال الدجاج ديالي كيطيب ليا مزيان فوق عافيه مهيله حتى يطيب ويلي تفرتت معايا. هنا غناخذوا واحد 5 ديال البصلات يكونوا متوسطين في الحجم ديالهم، غنحيدوا لهم القشور ديالهم وغادي نقطعهم على شكل شرائح كما موضح لكم في الفيديو. غادي نبقى حتى نكمل التقطاع ديال هاد 5 ديال البصلات كاملين، من بعد نرجع لكم. هنا من بعد ما قطعتهم غادي ناخذ مقلاة، غنضيف ليها هنا تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال زيت المائده. غادي نوضع فيها هذيك البصله ديالي وغنوضعها فوق النار. هنا غنوضعها حتى يتغير اللون ديال البصله غير شويه باش نضيف ليها العطريه. هنايا الدجاج ديالي من بعد ما طاب ليا، هنا راه خليته حتى نشف من الماء تماما. شوفوا راه كان غير تحرق ليا، راه تحمر لكم من الفوق. خليوه حتى ينشف باش هذيك الاعشاب المنسمه تشرب لكم هذاك الدجاج. ما تخليوش الماء، خليوه حتى ينشف كيجي هذا الصدر بنين ما تشبعوش منه. صافي كنقطعها على هذا الشكل. هذا الصدر ديال الدجاج غير بالفرشيطه والسكين كنقطعوا شرائح. راه ما نعاود لكم شحال كيجي بنين بهذوك الاعشاب المنسمه، وفي نفس الوقت كيعطي لذه رائعه. كما قلت لكم خليوه حتى ينشف من الماء، ما تحيدوش هو الماء فيه باش يطيب لكم مزيان ويولي بحال هكا بحال الزبده. صافي كنقطعوا بحال ما هكا. هنا البصله ديالي من بعد ما خليتها يلا بدات تدبال، غنضيف ليها شويه ديال الملح، نصف معلقه صغيره ديال الابزار، وغادي نخلط كلشي. صافي هذه هي العطريه اللي غادي ندير في البصله. صافي وغادي نخليها حتى تحمر وتكراميليزا، من بعد نحيدها من فوق العافيه. هنا الروز ديالي من بعد ما طاب، شوفوا معايا كيف كيجي، راه جا كي الزبده حتى هو. نخليه حتى يبرد مزيان وغنوضعه في اناء. هنا ضروري الارز يكون بارد حيتاش غنضيف ليه واحد الاضافات، ضروري ما يكون بارد. غنضيف واحد جوج ديال البيضات، هنا يكونوا كبار شويه هاد جوج ديال البيضات. غنضيف كذلك واحد 100 غرام ديال الفرماج الاحمر غابي، هنا حكيته ودرته. صافي هادو هما الحاجه اللي غادي نزيدها في هذا الارز. صافي غادي نخلط كلشي مع بعضياته حتى كنحس بهذاك البيض تغلف ليا في هذاك الدجاج وهذاك الفرماج. هنا غادي ناخذ الصينيه، اي صينيه متوفره عندكم. انا هنا استخدمت هذيك اللي كندير في البيتزا. غندهنها، ندير كميه لا باس بها من الزيت، غندهنها مزيان. دهنوها حتى من الجنيبات ضروري
باش ما يلتصقش لكم الارز فاش يكون كيطيب في الفران. صافي وغنوضع الكميه كامله ديال الارز ديالي، غادي نحاول نضغط عليه مزيان مزيان باش نشكلو على شكل بحال ما هكا، بحال واحد لاطارت، بحال اللي كتقرصوا العجينه بحال ما هكاك. غادي تطلعوها من الجنيبات وتحاولوا تضغطوا عليه من التحت بحال هكا. صافي وغادي ندخلو الفرن يطيب على درجه حراره 180 درجه. شوفوا معايا هنايا من بعد ما سرحته مزيان غادي ندخلو يطيب. هنايا حتى نشوفوا هذوك الحواف ديالو بدا يذهب اللون ديالهم وبداو يتحمروا معايا. صافي وغادي نشعل عليه من الفوق باش يتحمر ليا شويه من الفوق. صافي وكنخرجوه. هنا كناخذوا اناء كنوضع فيه هذيك الدجاج ديالي اللي فرتت معاكم، وكنضيف ليه كذلك هذيك البصله اللي شحرت معاكم. هنا خليتها ولات كراميليزي. شوفوا معايا كيف كتجي اللون ديالها بني. وغادي نضيف كذلك واحد زلافه ديال الجبن الموتزاريلا مقطع مكعبات صغيره، وهنايا واحد العلبه ديال الذره المعلبه او المايس. غنضيف كذلك واحد البيضه كامله. صافي وكنجمع الخليط ديالي جيدا، كنحاول نخليه يتغلف ليا مزيان بهذيك البيضه. وكنخرج الصينيه ديالي ديال الارز من الفرن. شوفوا هنايا من بعد ما ذهب اللون ديالها وتحمرات معايا كنوضع فوق منها هاد الحشوه. والبيضه اللي درنا كتساعد بان هاد الحشوه ديالي تماسك ليا في الفرن، والفرماج كذلك حتى هو كيساعد. صافي وغادي نسرحها مزيان هاد الحشوه ونقادها في الجنيبات ديالها وفي الاطراف، وغادي ندخلها للفرن على درجه حراره 180 درجه. غادي نخليها حتى تشوفوا هذاك الفرماج اللي فيها ساح ولا دايب وبدات كتماسك معايا وبدات كتذهب من الفوق اللون ديالها. هذاك بحال هذاك الدجاج بدا كيتحمر معايا من الفوق. صافي وكنخرجها. غنشوف معكم الشكل النهائي كيف كتجي. راه كتجي رائعه. شوفوا معايا هنا الشكل النهائي كتجي من ألذ ما يكون. انا هنا ديموليتها من المول. شوفوا معايا كيف كتجي روعه. نتمنى ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم، حيت فعلا راه كتجي زوينه ومختلفه صحيه اكثر. كما كتعرفوا انا الارز الاسمر فيه فوائد كثيره، راه بحال القمح راه كيجي بنين، وما نعاود لكم شحال جات بنينه هاد البلا وجات صحيه. ومتاكده الا صوبتوها لعائلاتكم راه غادي يحماقوا عليها بكثره ما كتجي بنينه ولذيذه. شوفوا معايا انا نقطعها معكم باش تشوفوها، راه دغيا كتقطع معكم، راه ما كيتفرتتش نهائيا الارز. غتشوفوا معايا غنهزها بحال اللي غادي نهز بيتزا عادي. شوفوا معايا كي قطعتها، شوفوا معايا التماسك ديالها. شوفوا معايا كيف كتجي خطيره 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 بمعنى الكلمه. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.